السلام عليكم. الناس الزوينين اللي غادي يتفرجوا في هذا الفيديو واللي كيعجبوه المحتوى ديال القصص، كنتمناكم تدعموني. انا اول مره كنحط هذا الفيديو هذا في القناه ديالي. كنتمناكم تشجعوني باللايكات والاشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد فضلا وليس امرا، وكتبوا لي التعاليق باش نتشجع ونزيد لقدام. وبلا ما نطول عليكم يلا هو نبداو. القضيه ديال اليوم، واحد العائله كتسكن في مدينه الرشيديه. هي عائلة بسيطة وعلى قد حالهم. هاد العائلة كتكون من الأب والأم و6 ديال الولاد مخلطين بنات وولاد. المهم غادي يبداو القصة من بنتهم سهام. عندهم بنتهم سميتها سهام. هاد سهام هادي كانت تدخل فيسبوك، تتقلب على راسها باغا تتزوج. تعرفت على واحد الراجل تركي في الفيسبوك. هاد الراجل هذا سميتو أركان. بقاو كيهضروا مع بعضياتهم، وبقى كيتصل بها دائمًا كيتصل بها، ولكن سهام عينها في الجواج باش تمشي لتركيا. بقات كتبين ليه بأن راه هي بنت عائلة محافظة، وبأن بنت معقولة وماشي ديال داك النوع ديال البنات اللي فاسدات وهادي وهادي. بقات مرة كتجاوبو مرة ما كتجاوبوش. أركان شاف حتى هي. واحد النهار قال ليها واش تقبلي تزوجي بيا. سهام ما تيقاتش راسها وما قداتها فرحة ووافقات. وهنا غادي يطلب منها تعلم العائلة ديالها باش يجي يخطبها. سهام قالتها لدارهم. فاش قالتها ليهم في الأول جاتهم غريبة. قالوا ليها كيفاش بغيتي تتزوجي بتركي وحنا ما تنعرفوا عليه والو، وما تنعرفوش لغته، ما تنعرفوا والو، ما تنعرفوا عليه حتى شي حاجة. قالوا لها لا 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 لا، ما حنا ما قابلينش تمشي لتركيا ولا تزوجي بشي واحد ما كنعرفوش. جلسي تيجيب لك الله شي ولد الناس ويكون مغربي، واخا يكون عايش في المغرب ماشي مشكل، المهم يكون ولد بلادك. قالت ليهم والو منو الخلاق. ومع الأيام غادي تقنعهم بأن راه هو مسلم وهادي، وفي الآخر غادي يقبلوا. وفعلًا جا أركان واستقبلوه أحسن استقبال. إيوا راه كتعرفوا المغاربة ملي كيجي عندهم شي براني، شي واحد خارج المغرب اش كيديروا. وما خلاو ما داروا ليه. داروا ديك الماكلة المغربية، المحمّر، البسطيلة، الشلايض. أيوا المهم راك كتعرفوا كرم الضيافة المغربية. أيوا هو حتى هو كيبين ليهم بأنه راه راجل مزيان وكيصلي في الوقت، وملي تيخرج ضروري يدخل بيدو عامرة. هنا العائلة غادي يرتاحوا الأركان، وزعما وعارف بينه وبين الله وسخي، وغيعيش بنتهم مزيان، وهذا الشي اللي كيقلبوا عليه هما. ومع المدة مع مدة قليلة مع مدة قليلة غادي يديروا الكاغيط. غادي يمشيو عند العدول غيتكاتبوا هنا في المغرب. غيديروا الكاغيط هنا في المغرب، وغادي يدفعوا الوراق ديالهم غادي يوجدوا لهم دغيا دغيا، يعني دغيا وجدوا لهم الوراق. وداروا العرس وداروا العرس في المغرب، داروا العرس المغربي. من داك الشي رفيع. من بعد سافرت سهام مع أركان لتركيا، وكانت هذيك هي أول مرة سافرت فيها سهام خارج من المغرب، يعني خرجت من المغرب أول مرة. وسكنت في مدينة أنطاليا. سهام عندها أختها سميتها رجاء، وهذه هي بطلة القصة. هاد رجاء هذه هي بطلة القصة. هاد رجاء كانت طموحة، وهي اللي كملت قرايتها فيهم من دون خوتها كاملين، وكانوا والديها كيتمنوا فيها الخير باش تخدم وتعاونهم، لأنه هما غير ناس دراوش ما بحالهمش. وتقاتلوا على رجاء حتى كملت قرايتها. المهم نرجعوا عند سهام. أركان ملي مشى مع سهام لتركيا ما بقاش هو هذاك، غير وصل لتركيا هو يولي واحد آخر.
ويدو سابقاه، على الأقل من أي حاجة ينوض معاه الصداع والحقرة والكلام الخايب والعصا. بقات على هاد الحالة، دازت عامين، سِهام ولدات البنت الأولى. من بعد سِهام غادي تولي تاكل العصا يوميًا، وعائلة راجلها ما كيحملوش فيها الشعرة، لحقاش في الأول ما بغاوش ياخد يتزوج بشي وحدة مغربية، وهي واخا ساكنة حداهم ما كيوصلوها ما والو، وواخا تزادت حفيدتهم ما جاوش عندها. وكانت سِهام كتواصل دائمًا مع دارهم، مع العائلة ديالهم، ولكن ما كتعاود ليهم والو، ما كتعاودش المعاناة ديالها، ما كتعاودش المشاكل ديالها مع راجلها، مع داك الشي اللي مدوّز عليها. سِهام كانت كتسنى أركان يتبدل مع الوقت، ولكن أركان غير ما غادي وكيزيد فيه، وعاد العصا يوميًا، غير تجي تهضر ترفقها مرمقة معاهم، ما كاين غير العصا، ما كاين غير العصا. المهم في سنة 2018 غادي تحمل سِهام المرة الثانية، وواحد الليلة سِهام وأركان تناقشوا، شوية بداو تيتخاصموا، سِهام بقات كتغوّت، قالت ليه: "صافي، صافي." قالت ليه: "خصنا نتفارقوا، ما خصنيش أنا ما بقيتش قادة نكمّل معاك، صافي أنا عييت بهاد القهرة وبالضرب اللي كناكل كل نهار." هنا أركان غادي يتعصب عليها مزيان، وغادي يعطيها قتلة ديال العصا، وهي راه كانت حاملة وكيضرب فين ما جات الضربة. المهم مشى كيجري للكوزينة وجاب واحد الموس كبير ورجع لعندها وكيهددها، قال ليها: "آخر مرة نسمع هاد الهضرة هادي، راه إلا تفارقنا راه غادي نقتلك." هنا سِهام ما بقاتش قادة تصبر، الصباح ناضت مشات ديريكت عند البوليس، ومع كان باقي فيها علامات ضرب، يعني كاين الدليل، باقي فيها علامات ضرب، وهنا غادي يدوزو للمحكمة ديال الأسرة، وغيحكموا عليه بغرامة مالية، وما يبقاش عايش معاها في الدار، يعني ما يبقاش عايش معاها في دار وحدة حتى تولد، وهو اللي يخرج ماشي هي. سِهام ملي شافت هاد المشكل كبر، عيطات على عائلتها وعاودت ليهم كل شيء، وهنا غادي تقترح عليها أختها رجاء باش تجي تمشي لعندها لتركيا وتعاونها في بنتها اللي كانت باقية يلاه عندها 6 سنين، وتقابلها حتى تولد وترجع بحالها للمغرب. سِهام حتى هي فرحات بزاف بهاد الخبر، ورجاء صوبت وريقاتها ومشات عند اختها سِهام لتركيا نهار 24 أبريل 2019. والمهم ملي جات رجاء عند اختها سِهام ولاو تيخرجوا وكيتساراو ودوزوا وقت زوين مع بعضياتهم، ولكن ما عارفينش أشنو تابعو. ملي دازت السيمانة أركان ساق الخبار بلي رجاء جات عند اختها، وولا كل نهار تيجي للدار وينوض الصداع، ورجاء كتبقى تعاير معاه وكتهدّو بلي راه غادي ديكلاري بيه، يعني غديكلاري بيه إلا باقي يجي يدير الصداع في الحومة، وبلي أصلًا ما عندوش الحق يوصل عندهم. وهو دائمًا كيهدد سِهام بالقتل، وشوية ولا كيهدد حتى رجاء، وهما كيسحاب ليهم غير تيهضر وصافي. المهم دازت أيام على هاد الحالة هادي، كيغبر يومين 3 أيام وتيرجع عندهم وتينوض الصداع. في هاد الوقت كانوا دائمًا مع العائلة ديالهم في اتصال كيعاودوا ليهم كل شيء. هنا سِهام زادت صمّات على الطلاق. واحد النهار مع 9 ديال الليل كانوا كيتعشاو، رجاء ناضت تجيب أتاي من الكوزينة، شوية سِهام كتسمع التقرقيب ديال الحديد ديال برا، ناضت تشوف شكون، وهي تلقى أركان شاد واحد الموس كبير ديال الجزارة، كان دخل من الباركو وهُم ساكنين في الطبقة الأولى، وسِهام نسات ما سدّت الباركود بالحديد، تخلعات وبغات تحيد ليه الموس من يدو وهو يدفعها طاحت على الطابلة ديال الماكلة،
ومشى كيقلّب على رجاء وكيقول ليها: "فين ختك، فين ختك، فين ختك؟" هنا سهام عرفاتو غادي يدير شي مصيبة، بالخلعة نقّزات من الباركو وهي حاملة كرشة لفمها طاحت على كرشها، وبدات كتغوت على الناس يجيو يعتقوها، وكتعيط على رجاء باش تهرب دغيا وتخرج من الدار. رجاء سمعتها وهي تخرج من الكوزينة، وهي تلقى أركان في الكولوار جاي الكوزينة قريبة للباب ديال الدار، غادي تخرج رجاء هربانة منه، ولكن هو غيبقى تابعها كيجري، كيجي وراها، رجاء كتجري وهو كيجري عليها، وصلت لواحد السبيطار كان قريب للدار ديال سهام، وبقات كتغوت باش الناس يعتقوها. جاو الناس ولكن ملي شافوا أركان هاز داك الموس الكبير في يدو وقاصدها رجعوا اللور. هنا أركان شد رجاء وبقى كيضرب فيها يضرب فيها يضرب فيها بواحد الهستيرية، البنت ماتت وهو باقي كيطعن فيها لدرجة فات 12 طعنة وما وقفش. وملي سالا الجريمة كان راجع لسهام باش هي تصفيها ليها، وملي شاف الناس كيتصلوا بالبوليس هو يهرب، ولكن البوليس غادي يعرفوه فين مشى، تبعوه لقاو مشى للبحر، لأن البحر قريب بزاف من هاديك المنطقة وباغي ينتحر. جبدوه في آخر لحظة وكان باقي يلاه كيشرب الماء وباقي باقي واعي، وداوه للكوميسارية باش يحقوا معاه. سهام كانت غير كتبكي، جات لومبيلانس دات رجاء، ولكن رجاء كانت ميتة من أول طعنة. سهام غادي تضطر تعيط على والديها باش تخبرهم بهاد المصيبة اللي وقعات. المهم جاتهم الصدمة، دارهم واحد الحالة أمهم كتغوّت، خوتها كيغوّتوا، مقدروش يتحملوا هاد المصيبة هادي. سهام بعد سيمانة ولدات البنت الثانية، ووالديها ما تيقوش بهاد الشي اللي طرا، ما تيقوش هاد الشي اللي طرا لبنتهم رجاء، ما متيقينش واش بنتهم ماتت، واللي هي كانوا معولين عليها تعاونهم على الزمان. وهنا بقاو كيحاولوا يجيبوا الجثة ديال بنتهم باش يدفنوها في الرشيدية، ولكن كيلقاو الإجراءات معقدة وداك الشي كيحتاج فلوس صحيحة وكذا. وهنا غيسافر الأخ ديالهم نبيل من إيطاليا حتى لتركيا، وغادي يبدا الإجراءات ديال نقل الجثة للمغرب. نبيل كيقول أن السلطات التركية تعاونوا معاه وسهلوا ليه الطريق باش يجيبوا ختو للمغرب، بالخصوص ملي عرفوا الموت ديالها على يد تركي. وفي شهر 10 2019 غادي يجيبوا الجثة ديال رجاء للمغرب وغادي يدفنوها في بلادها. المجرم ديال أركان في التحقيقات غادي يقول ليهم بأن حقة حرقات العلم ديال تركيا، وهو تعصب وجاتو الغيرة على بلادو وهو يقتلها، ولكن البوليس قلبوا الدار كاملة وما لقاو حتى دليل على هاد الشي اللي كيقول، ما لقاو حتى شي دليل على هاد الشي اللي قال، ما كاين حتى ثوب محروق، ما حتى ثوب ما لقاوه محروق في الدار ولا شي ريحة ولا والو، واخا تكون حرقاتو هذا ماشي عذر باش يقتل البنت. وهنا أركان غادي يبدا يدخل ويخرج في الهضرة، وقال لهم قتلتها هي الأولى وكنت باغي نقتل حتى سهام، حيت كانت كتحرش سهام باش نطلقو، وكانت كتعايرو. طبعا البوليس ما غاديش يتيقوا الهضرة ديالو لأن الحكم هو ما تيعرفش العربية، وحكموا عليه بالإعدام، ولكن مع الأسف تركيا بحالها بحال المغرب ما كينفذوش حكم الإعدام. ومشات رجاء ضحية اللي مشات من المغرب لتركيا وما كانتش عارفة لا هي ولا عائلتها بلي غتمشي مشية بلا رجعة، وغادي ترجع جثة هامدة في الصندوق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.